النهاردة صحيت من النوم وزي كل يوم بجري ومتسربعة بجهز كل حاجة، الولاد ونفسي وتفاصيل كتير عشان نلحق اللي ورانا. وطبعا وسط كل ده مش لاحقة أركز مع أي حد ولا أي حاجة. خلصنا ورجعنا على البيت وما زلت بجري وبحاول ألحق زي أي ست وراها مليون حاجة محتاجة تخلصها. حاسة إن تفاصيل كتير فايتاني ومخي مشغول على طول. كل ده ممكن يكون منطقي بالنسبة لأغلبنا دلوقتي، لكن اللي مش منطقي خالص إن حتى لما بخلص كل حاجة مهمة ما زال عقلي بيقولي إن في حاجة ناقصة ومحتاجة ألحق أخلصها، حتى لو مش متأكدة إيه هي الحاجة دي بالظبط. مين فيكم بيحصل معاه كده؟ عايزين كل حاجة تكون مظبوطة بالمسطرة، عايزين ننجح في كل حاجة، أولاد مثاليين، بيت بيلمع، نجاح في الشغل، تطوير لنفسنا وغيره وغيره. وعلى الرغم من كل المجهود ده في دايما إحساس جوانا بعدم الرضا، حاسين إن حياتنا مش كفاية، إحساس إننا في سباق ملهوش نهاية. دخلنا السباق ده إمتى وليه؟ الله أعلم. يا أهلا وسهلا بيكم يا حبيبات القلب ويا رفيقات الدرب. إحنا بقينا بنتكلم عن التغيير طول الوقت، بس عمرنا وقفنا نسأل نفسنا، هو عدم الرضا اللي جوانا ده شيء صحي إيجابي ولا بقينا أسرى لفكرة الكمال؟ في فيديو النهاردة مش هنبرر للكسل، ولكن قبل ما نبدأ لازم نكون متفقين إن التغيير مش عكس الرضا، بس السعي للكمال مستحيل يتوافق مع السلام النفسي. لازم نكون أحسن، ولكن مش غلط تكون إنسان. وبما إن مفيش أهم من نفسيتنا، فتعالوا نعرف ليه بقينا مهووسين إن كل حاجة تبقى مظبوطة. بقينا بنشوف حياة الناس على السوشيال ميديا كأنها مشروع كامل، صور، إنجازات، جداول، أهداف بتتحقق، من غير ما ناخد بالنا إن ده مش الواقع كله، ده مجرد لقطة. فبنقارن نفسنا ونجاحاتنا وتفاصيلنا البسيطة بكل ده، وبدون وعي مننا ده بيسبب لنا ضغط كبير، مع العلم إن معيار النجاح مش ثابت، ومفيش حاجة اسمها الصورة المثالية للحياة الناجحة. وعلى فكرة إحنا ما اخترناش المعيار ده، بالعكس هو اتفرض علينا واتزرع جوانا واحدة واحدة. والسؤال دلوقتي، إزاي أوازن بين طموحي وبين إحساسي بالرضا في نفس الوقت؟ في فرق كبير بين الطموح الصحي والكمال المرهق. الطموح يعني سعي مع رضا، يعني اشتغلي على نفسك وافرحي بأي خطوة بتعمليها، حتى لو كانت الخطوة دي مجرد محاولة. لكن الكمال يعني سعي برضه، ولكن مع جلد للذات. كل ما تتقدمي خطوة بيفضل جواكي إحساس إن لسه مش كفاية. تعرفي إمتى إنك وقعتي في فخ الكمال؟ لما تحققي حاجة وما تحسيش بأي فرحة، دي علامة خطر محتاجة وقفة. صحيح، نقطة مهمة قوي متأكدة إن أغلبنا بيقع فيها. ساعات عدم الرضا بيلبس قناع تطوير الذات. من كتر ما بنسمع فيديوهات عن تطوير الذات والتحفيز بقينا بنقسو على نفسنا، شايفة نفسك دايما مقصرة، دايما متأخرة، دايما محتاجة حاجة أكتر، إحساس مستمر بالذنب وجلد الذات. وهنا التغيير بيبقى عبء أكتر منه نعمة. وقبل ما تفهموني غلط، أنا مش بقلل من أهمية تطوير الذات ولا فيديوهات التحفيز، ولكن التطرف في أي شيء مش صح. وقبل ما نعرف إزاي نحل المشكلة دي بطريقة عملية، تعالوا نفكر بعض إن الواقع عمره ما هيكون مثالي، لأن الحياة مش لوحة جميلة متعلقة على الحيطة. الحياة فيها حركة ولخبطة واختبارات وظروف خارجة عن إرادتنا. الحياة عبارة عن مراحل، مراحل مختلفة، ولكل مرحلة طبيعتها. في عوامل كتير في الحياة ما نقدرش نسيطر عليها مهما حاولنا نقنع نفسنا بالعكس. الواقعية مش ضعف ولا استسلام، الواقعية وعي. يا جماعة ده احنا بقينا مأجلين راحتنا، سعادتنا، الإحساس بالرضا لحد ما كل حاجة تظبط. هرتاح لما يحصل كذا، هفرح لما أوصل لمش عارفة إيه، مستنيين لحظة مثالية عمرها ما بتيجي. طب وبعدين؟ انتوا عارفين الإحساس ده بيعمل إيه في نفسيتنا؟ خايفين نغلط، حاسين دايما بتوتر، شايفين نفسنا مش كفاية، وساعات كمان بنشوف أهم ناس عندنا مش كفاية. الأحاسيس دي تدريجيا ممكن تسبب أذى نفسي كبير جدا. قبول الواقع مش معناه استسلام. عشان أقبل الواقع بتاعي
لازم أعترف بالحقيقة مهما كانت، أحترم مشاعري، أتقبل نقط ضعفي، أبدأ أتحرك بس من غير جلد ذات، أتحرك بوعي وبنضج. الشعور بعدم الرضا ده أداة ربنا اداهالنا عشان نقدر نوجه نفسنا، نمشي في طرق جديدة، نقدر نفتح أبواب جديدة، نتحسن ونتطور، ولكن يكون إحساس مؤقت زي منبه كده يخليني آخد بالي إن في مسار محتاج تعديل، مش يكون شعور ملازمني وعايشة بيه طول الوقت. وطالما وصلتي معايا لحد هنا يبقى أكيد بتسألي نفسك إزاي أقدر أخرج من فخ المثالية بخطوات حقيقية. هقولك على 4 خطوات تقدري تنفذيهم بكل سهولة، ولكن على سهولتهم دي هم في غاية الأهمية. أول حاجة، اسألي نفسك يعني إيه نجاح بالنسبة لي؟ أولوياتنا بتختلف وظروف حياتنا بتختلف وأهدافنا كمان مختلفة. جاوبي على السؤال بصدق وواقعية. تاني حاجة، خلي أهدافك مرنة، يعني خلي فيه بدايل ممكن تتحركي وسطها. لو حققتي أهدافك بنسبة كبيرة ده نجاح، مش لازم تكون النسبة 100%. تالت حاجة، سيبي مساحة للغلط، إحنا بشر، احترمي إنسانيتك. ممكن تتعبي، ممكن تكسلي، وممكن كمان تحسي بفتور وملل، المهم تقومي تاني وتكملي. كمان النجاح لا يقاس بالنتيجة فقط، لكن النجاح بالمجهود المبذول في المحاولات، حتى لو ما وصلتيش لنتيجة مرضية من أول مرة. أي نجاح حصل في العالم والناس كلها أصبحت بتتكلم عنه عدى بعدد كبير جدا من المحاولات الغير موفقة في الأول. رابع حاجة، امتني امتنان واقعي مش مزيف. فكري نفسك طول الوقت بنعم ربنا عليكي، افرحي بإنجازاتك مهما كانت بسيطة، عودي عينيكي تشوف الجمال في كل حاجة حواليكي. اشتغلي على نفسك بس من غير قسوة، اسعي للأحسن بس من غير ما تكرهي واقعك. عيشي الحياة بتفاصيلها الحقيقية الواقعية، لأن حلاوتها في إنها مش مثالية. سعادتك بإيدك انتي وفي طريقة رؤيتك لحياتك، مش في الكمال.